السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج دقيقة كورة. والأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 بهدف وبقدم بيرسي تاو. الأهلي اتدلع، الأهلي فاز، الأهلي يقترب خطوة نحو اللقب. ولكن عندي شوية لمحات فنية كده هنتكلم فيها على الإسماعيلي وعلى الأهلي. الأهلي فاز على الاسماعيلي زي ما بيقولوا كده عيان بيضرب في ميت. ايه يا عم الكلام ده الاهلي كسبان افريقيا، ده الاهلي متصدر الدوري، ده الاهلي ما اعرفش خد السوبر الافريقي، خد المصري، الاهلي شكله حلو مع كولر. كل الكلام ده جميل، ولكن في دلع تراخي. ما حدش يقول لي اجهاد. كولر مش مدي فرصه لاي محلل فني او اي حد بيفهم كوره او اي حد ما بيفهمش كوره ان يقول ان اي لاعب مجهد. الروتيشن معمول، يعني زي ما الكتاب ما بيقول. الاهلي لعبته كانت بتدلع النهارده، طبعا مرورا برامي ربيعه، بمحمد عبد المنعم، بخالد عبد الفتاح اللي حسه كده يعني تقدر تقول مش قد الاهلي. طبعا غير عبد القادر، غير الشحات لما نزل، مفيش بس غير بيرسي تاو ومروان عطيه. قفشه، مش عايز اكون قاسي على اللعيبه، ولكن تحس كده لا خلاص بقى كفايه كده، احنا تعبنا. تحس ان الاهلي محتاج نص ملعب رقم 8 ورقم 10 تقال قوي افضل من كده. طيب هنتكلم على على لاعب وعلى طريقه اللعب وعلى الاسماعيلي كان بيتعامل ازاي مع الاهلي في الشوط الاول بالاخص. الاهلي طبعا ضاغط، مفيش مش اجريسيف، على مفيش خطوره على مرمى الاسماعيلي. استحواذ بما يعني ما يسمى بالاستحواذ السلبي. الاسماعيلي بياخد الكوره، بعد ما بياخد الكوره يعني اي فرقه في الدنيا بتبقى عندها استراتيجيه. يعني انا بدافع، بس اول ما اخد الكوره هلعب على المرتده. الاسماعيلي ما كانش عنده ده. الاسماعيلي كان بياخد الكوره مش عارف هو عايز يعمل ايه بيها. يا اما كوره طوليه بلا عنوان، كوره يعني تشتيته جات لي لاعب ومجهود فردي ماشي، ما جاتش خلاص. الاسماعيلي كان شكله وحش، كان شكله زي ما بيقولوا كده كرويا وفنيا ملط. تعالى تتكلم شويه بقى على دلع رامي ربيعه. رامي ربيعه في بدايه الماتش خد الكوره، رقص لاعب، الكوره طبعا ملعوبه بالعرض، رقص لاعب، رقص التاني. طب انت مهما رحت او مهما كملت انت هتوصل من الدفاع لنص الملعب، فمش هتشكل خطوره. تشكل خطوره امتى؟ لما تعمل الباص. انت عملت خلاص الزياده العدديه، مش هترقص 2 و3 و4. انت مش مارادونا. رامي ربيعه كان بيزود في الكوره قوي، عايز يثبت، والراجل مش عايز اقول معذور، ولكن هو عايز يثبت للجمهور والمارسيل كولر انه يستحق مكان اساسي في الاهلي. طيب الكوره، في كوره يعني كوره والتانيه عدى بيهم، في كوره ثالثه جه يرقص، الكوره اتقطعت منه. انا طبعا كنت بتفرج بقول بيزودها قوي وهنتلدع جول. الكوره فعلا اتردت، هوب ديانج عطل محمد الشامي بفاول. والله ما كملت الكلمه، بقول انا خايف، يعني انا قاعد بتفرج وبقول طبعا بيتكلم خايف تحط من فوق الحيطه، ما اعرفش. انا والله كنت بقول خايف تغير اتجاه حقيقي والله. حد بقى يجي يتكلم يقول لي طب حكمك ايه على الكوره؟ كل الزوايا بتقول انها ما جاتش في لاعب الاسماعيلي محمد حسن. الكوره هدف صحيح، مش مبينه جت في ايده ولا لا، ولكن هي يعني 70-30. طيب انا بشوف رد فعل محمد حسن بالاخص بعد قرار الحكم علامات استفهام. الكره دي لو ما جاتش في ايد محمد حسن، كان محمد حسن ومحمد حسن من اللعيبه الاجريسيف جدا والعنيفه، يعني ما كانش هيسكت. العصب اللي هتلاقيه لا ازاي ومش ازاي، والدنيا ما كانتش يعني الموضوع ما كانش هيبقى هادي بالشكل ده بعد قرار الحكم، بعد ما بص للفار وقال ان هي مش جول. لا، قرار يعني رد الفعل يحسسك ان جت فعلا في ايده، ولكن عشان نكون منصفين الكوره مش باينه في الكاميرا في الفار انها جات في ايد محمد حسن. طيب نتكلم كمان على محمد عبد المنعم، افضل مدافع في القاره داخل القاره، افضل هيدر
في القاره، افضل كل حاجه، ولكن يا مزاجه لما يكون رايق ويا ساتر لما بيتضايق. لما بيكون محمد عبد المنعم مش في حالته، او بمعنى اصح لما بيزودها بتلاقي حد تاني. يعني برضو فضل الكوره جت في رجليه معرفش ايه، راح محمود شبراوي جه خدها من قدامه، كانت هتكلف الاهلي ركله جزاء، والكوره مش ركله جزاء اصلا، ولكن ليه الخطا من البدايه. تعالى نتكلم على كريستو. الراجل ده عنده كوره ولكن محتاج ياخد وقت اكبر، محتاج يبتدي ماتش. اللاعب لعيب حلو، لعيب هيجي منه. نتكلم على مروان عطيه، تضربه تعظيم سلام. مروان عطيه حرفيا هو نجم الاهلي في الفتره دي. ومروان عطيه لو حمدي فتحي او لعيب رقم 6 قوي موجود في الاهلي، انا برجح ان مروان عطيه يلعب مركز رقم 8، لان الراجل عنده كوره افضل من اللي جنبه كلهم في نص الملعب. مروان عطيه ما شاء الله، اللي كان ابو تريكه بيلعب بوش رجله، كان الاعلام والمعلقين طبعا ابو تريكه ده في حته ثانيه، مش بتكلم على يعني ابو تريكه بالاخص او مهارات ابو تريكه، بس ابو تريكه كان عنده وش رجل. مروان النهارده او شوف كام لاعب مروا على الاهلي او مروا في مصر بصفه عامه، ما حدش لعب بوش رجله غير مروان عطيه في ماتشات الاهلي. والنهارده طبعا مروان عطيه بيلعب بوش رجله والخارجي، وبيلعب باص، بيلاعب الناس، عنده زياده هجوميه، بيقدر يعمل الزياده الهجوميه اللي قفشه مش بيعرف يعملها. اللي قفشه ما بيعرفش يباصي الكوره، ما مش عارف يشوط. النهارده عمل كوره عجيبه غريبه، كوره يمينه فاضي شماله فاضي، حط يمين حط شمال، جول، هوب شاط الكوره بشكل، وبص في النجيله. نجيله ايه يا بابا؟ انت مش تغير الا استغرب تغير رجلك. قفشه بشوفه بتاع يعني دكه. لازم الاهلي يجيب رقم 10، ولازم الاهلي يعني يدور بره الصندوق. نص الملعب لولا مروان عطيه سواء دفاعا او هجوما، لا الاهلي مش احسن حاجه. نص الملعب محتاج شغل كتير جدا. حتى وحمدي فتحي كان موجود، حمدي فتحي كان مستو وهو موجود كان بيمنع الكوره انها تروح في نص الملعب الاهلي او على خط الجزاء. يعني كان بيقطع الكوره، او دايما هجيبها لك بالبلدي كده، كان المنافس بيبذل جهد كبير قوي عشان يروح على مرمى الاهلي، بيقابل حمدي فتحي، بيقابل مروان عطيه، بيقابل ديانج، ضغط 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 ضغط، على ما المنافس بيوصل لمرمى الاهلي بيكون جاب جاز. وحمدي فتحي يعني من ضمن تركيبه نص ملعب دفاعيه قويه جدا. سيبك من الحته الهجوميه، هو مش مميز في الهجوم، هو ممكن عنده الهيدر مميز فيه عن غيره، ولكن دفاعيا لا لا لا, لا. الاهلي خسروا طبعا. والاهلي محتاج عشان يخدم طريقه كولر محمد رضا بوبو، اللي ما زلت بتكلم ولازم يجي الاهلي. لازم الاهلي لو ما جابش محمد رضا بوبو، وطبعا في كلام ان امام عاشور جاي والاهلي دلوقتي بيفاوض ميتلاند، وفي كلام ان امام عاشور جاي، هيفرق كتير مع الاهلي، ما حدش يختلف على قيمته الفنيه، ولكن انت محتاج لاعب فايتر اكتر في نص الملعب. حقيقي محتاج لعيب قوي. عبد القادر مزودها حبتين برضه، مفيش غير الكره اللي جت في السوكه. كام حاجه كده. الاهلي في نص الملعب الموضوع مختلف تماما. الاهلي فاز، قدر يوصل للي هو عايزه. الف مبروك للنادي الاهلي. الاسماعيلي ما قدمش اي حاجه ياخد عليها اي حاجه. طبعا غير يعني المحمدي، باهر المحمدي، الراجل برضو ما عملش اي حاجه غير انه كلم الجماهير قال لهم مش هننزل. انا كل اللي فاكره من باهر محمدي انه شبه احمد عادل عبد المنعم حارس الاسماعيلي، غير كده لا. الاسماعيلي ما قدمش ما يؤهله انه يفضل اصلا يبقى موجود في الدوري. الاسماعيلي بيجي مع قدام كل الفرق، يعني النهارده لعب حلو قدام الاهلي عن الماتشات السابقه.
يلعب الاسماعيلي قدام كل الفرق، ياخد على عينيه، يجي قدام الاهلي بيفعلوا وضع ريال مدريد. وبكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.